أكثر من 420 ألف تلميذا وطالبا توجهوا هذا العام إلى مقاعد الدراسة في محافظة صلاح الدين بحسب إحصائية مديرية التربية. ومع رنين الجرس إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، فإن إدارات المدارس في عموم المحافظة استعدت للأمر من خلال توزيع الكتب والقرطاسية على التلاميذ والطلاب، وسط تطمينات بتوفير الحمايات الأمنية للمدارس مع التذبذب في الوضع الأمني. إن شاء الله هذا العام عام أمن وأمان على كل التلاميذ العراقيين وعلى الكادر التدريسي. أوصي لجميع المسؤولين بتعزيز المدارس بالحراس الأمنيين لعدم وجود حارس أمني في مدرستنا والمدرسة الثانية اللي هي مدرسة عمارة للبنات. وفي مدارس أخرى انطلقت دعوات من طالبات ومدرسات بضرورة ترميم المدارس القديمة أو فصل مدارس البنات عن الذكور إذا ما توفرت الأبنية المدرسية، مع ضرورة التعاون الحثيث لأولياء الأمور مع إدارات المدارس في متابعة الأبناء. المدرسة ما تكفي عددنا احنا البنات، فأتمنى أنه مدرسة واحدة مستقلة، لأن المختلط عندنا أكثر من لحد الآن 500 أو 75 تلميذة، والأعداد مثل ما قلت لك أخويا أنه الأعداد تتزايد، لأن يجونا قسم بيهم من هاي المحافظات، قسم هي، وخصوصا إحنا بداية العام مثل ما قلت لك، والتعليم إلزامي يفرض علينا أنه نقبلها. مديرية التربية أكدت أنها استعدت مبكرا للعام الدراسي الجديد من خلال توفير الكتب والقرطاسية ومقاعد الدراسة، مشيرة وعلى لسان مديرها أنها بصدد توفير الكرفانات للمدارس الطينية. متابعة شعب التجهيزات وقسم التجهيزات في المديرية العامة لغرض توفير كافة المستلزمات التربوية، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى ذات العلاقة، حيث تم الإعاز بتوفير كافة المستلزمات والكتب والقرطاسية إلى والرحلات المدرسية، بالإضافة إلى ذلك جهود متواصلة من أجل توفير الكرفانات المدارس الطينية في عموم المحافظة، ومن أجل تهيئة أجواء مناسبة ومدارس ذات كفاءة جيدة. ويبقى اليوم الأول في المدرسة من الأيام التي لا تنسى وتبقى في ذهن الطالب مهما تقدم به العمر. من صلاح الدين، عبد السميع عزاوي، الشرقية نيوز.